يستحب الأكل مع الأبوين. أنت شايف الإنسان من يكبر، مو من يكبر إقباله على الطعام وشهيته توقف شوي، تتوقف، تكون محدودة. فهذا الكبير عادة الناس اليوم أغلبها، أنا أقعد مع أولادي وزوجتي بالصالة وهذا الكبير بغرفة تفتقر لأبسط مقومات الشروط الصحية، حتى تهوية ما بيها. يدبون له غداء، يدبون له عشاء، مو هذا الأجواء المعروفة. رجل كبير جلطة، مشلول، مريض، مسن، شكت لطيف من تجيبه وتقعده وياك بالصالة وتسولف ويا ابوك وتضحكه، تقدم له اللقمة الطيبة بيده، ايده ترتعش ما توصل الحلقة انت توصلها، مو كيفما تفعل تجازى. هذا تزرع بأبنائك، تزرع في يوم من الأيام، مو لأنه أنت بعد قوة هم نفس الشيء، ضعفا وشيبة. فمن تمر بهذا الظرف راح تزرع بنفس ابنك هذا الموقف. تشوف له اللقمة الطيبة وتعطيه إياه، وإذا إيده ترتعش تعاونه على إيده وتوصل له اللقمة. صدقني الله سبحانه وتعالى تدري شو يقول بالحديث القدسي؟ يقول: من عقني وبر أبويه كتبته بارا. عقني مو زين وياي، بس ويا الأبوين زين، يقول أنا أكتبه بار. ومن برني وعق أبوي كتبته عاقة، لأن أنا ما محتاجه، هذا محتاجك، كبير مسن ضعيف ما يقدر يقضي حاجته. هنا من تقعد وياه وتفتح نفسه للطعام يستحب، أنت مأجور على هذا الموقف.